والموقف في العيون ويا مسؤول يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنعرفوا كاملين بالمشكل ديال التعليم وديال الاضراب ديال الاساتذه، ان الوزاره وقعت نهار 26 جانبير مع النقابات اللي كتمثل رجال التعليم ونساء التعليم، وقعت معهم نهار 26 بشهر 12 واحد المحضر اتفاق، ونصل الاتفاق على اضفاء صفه موظف العمومي على كافه العاملين من قطاع التربيه الوطنيه مع خضوعهم لمقتضيات النظام الاساسي العام للوظيفه العموميه، من خلال سريان مقتضيات النظام الاساسي الخاص على كافه الموظفين المنبثقين عن مرسوم رقم 22854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016. الأمر الذي يعني القطع النهائي مع ملف الأساتذة أو الأساتذة التعاقد، بالإضافة لمجموعة من المقتضيات الأخرى اللي في صالح رجال ونساء التعليم. ولكن على أرض الواقع كنشوفوا الأساتذة مازال دايرين الأضراب، وسمعنا الأخبار بأن اليوم بعض الأكاديميات بدأت كتفصل بعض الأساتذة المضربين. بالنسبه لي كنت كنعرف بان الاساتذه النهار الاول انتفضوا فقط من اجل اسقاط النظام الاساسي، والوزاره استجابت لهم وحذفت النظام الاساسي ودخلت كل شيء في النظام اللي كانت سنه في 2003، وكلهم تم اضفاء عليهم صفه موظف عمومي. يعني هادو هما المطالب اللي كانوا عند الاساتذه. الدولة راه كانت نهجت معنا جميع الطرق وجميع الوسائل باش تكسر النضالات ديالنا، وكنظن هذه الورقة واش الأخيرة ولا ما قبل الأخيرة هي التوقيفات. بالنسبة لنا يعني كنا كنتظروا، وهي توقيفات غير مشروعة. توقيفات غير مشروعه، وهذه هي الكلمه اللي كتستفزني انا صراحه بزاف. وتكلمت مع مجموعه من الاساتذه كيقول لك بان الوزاره كتعامل معهم بطرق غير مشروعه وطرق غير قانونيه. ولكن ملي كنطرح عليهم واحد السؤال دائما، واش النقابات هما الاساس اللي خاصو يتفاوضوا عليهم؟ وهذا الشيء اللي كيقول الدستوري ان النقابات تمثل العمال ولا تمثل الموظفين ولا اي قطاع من القطاعات، يعني ان النقابه هي اللي كتناقش وهي اللي كتنيغوسي وهي اللي كتشوف الامور مع الحكومه، والاساتذه ولا العاملين في اي قطاع كيبقاو في المراكز ديالهم ولا في الاماكن العمل ديالهم لغايه ان النقابات كتجيب لهم المطالب ديالهم ولا كتحقق المطالب ديالهم، سواء 60% منها ولا 80% ولا كتحقق المطالب ديالهم كاملين. المهم ان النقابات هي القانون او الجهه القانونيه اللي كتمثل اي شريحه من شرائح المجتمع، سواء موظفين ولا عمال في القطاع الخاص ولا في اي جهاز من الاجهزه. هنا اي استاذ كيطلع كيقول لك بان الوزاره كتعامل معهم بطرق غير قانونيه ولا غير مشروعه. ماشي بالاحرى ان الاساتذه يبقاو في الاقسام ديالهم ويعطوا الدروس ديالهم لهذوك التلاميذ مساكن، لان التلميذ صراحه في هذه المنظومه كلها اللي كتدور حاليا هو الحلقه الاضعف وما لقاش اللي دافع عليه. وصراحه انا كيبان لي كراي شخصي انهم ولاو رهائن بالنسبه للاساتذه وكينيغوسيو بهم مع الحكومه. وكنظن هذه الورقة واش الأخيرة ولا ما قبل الأخيرة هي التوقيفات. بالنسبة لنا يعني كنا كنتظروا، وهي توقيفات غير مشروعة. طرق غير مشروعه، هذه هي الكلمه اللي قلت لك كتستفزني وكتستفزني بزاف. سمحي لي يا اختي الاستاذه، واش تنسيقيات مشروعه؟ واش تنسيقيات مؤسسه دستوريه؟ واش تنسيقيات كاينه في الدستور؟ ولا كتكلموا فقط على الاضراب بانه منصوص عليه في الدستور، ولكن حتى التنسيقيات راه ماشي منصوص عليه في الدستور. اذا نحاولوا الا بغينا نتكلموا ولا بغينا نحاوروا الحكومه نحاوروها بشي حاجه، وحنا رجال التعليم حنا نوريو الحكومه، حنا نوريو الحكومه شنو دير، حنا نصحوا الاخطاء ديال الحكومه. راه حنا رجال التعليم وحنا اللي كنقودوا ثوره التعليم، راه ماشي اي شخص اخر. حنايا كنطالبوا بالحق ديالنا، دايرين اضراب كنطالبوا بالحق ديالنا، والاضراب كيكفلوا لنا الدستور. كلامك صحيح، اضراب مكفول من طرف الدستور، ولكن ماشي نفسروا الدستور على هوانا. الدستور كيقول بان النقابه هي اللي كتمثل وهي اللي كتحاور الحكومه، الا لكان عندكم شي راي اخر. اما الدستور راه واضح وباين. خلال الندوة كيف ما كتشوفوا دابا توصلت بالتوقيف عن العمل. وهنيه عليك. يعني ماذا نقول؟ إذا عمت هانت، إذا عمت هانت. وأنا عندي الشرف أنني يعني يجيني التوقيف بحال هكا، يعني ماشي نقول بغيت التوقيف، ولكن أنا فاش دخلت هذه المعركة كنت عارفة أن شي حاجة غتجيني. أنا ما كنطلبش شي حاجة ما كايناش، أنا كنطلب حقي، كنطلب حقي. من حقك طلبي حقك، ولكن طلبته النهار الاول هو ادماج الاساتذه المتعاقدين في اطر وزاره التربيه الوطنيه ولا نضر في الوظيفه العموميه. اظن بان الحكومه راه استجابت لهذا المطلب هذا.
وما كتمولني حتى شي جهه وما كتيسرني حتى شي جهه. انا كنسير راسي وانا كنطلب حقي وبحق وباسمي وباسم جميع اساتذه مديريات اونفا، والحمد لله ربي كبير وحتى شي حاجه ما كتكون بالظلم. ربي ما كيبغيش الظلم. صحيح غنستمر في النضال ديالي، ما يمكنش غيجيني التوقيف غندخل نخدم، لا ما يمكنش. لا شنو التوقيف؟ جاك التوقيف باش تدخل تخدم؟ ما فهمتش صراحة، والله ما فهمت هاد النقطة هادي. نشوفوا واحد الأستاذ آخر تا هو داروا مع استجواب وشنو كيقول. يعني وهذا الشيء كله ما تيح يعني ما تعطيه حتى قيمه، ما تعطيه حتى قيمه غير تواصل معاه. لذلك هناك حاجه الان الى طرح تساؤل: من المسؤول على هذا الاحتقان ومن المستفيد من هذا الاحتقان؟ زادتهم 1500 درهم. اولا هذيك زادتهم 1500 درهم خاصنا نفكروا فيها في واحد السياق. هاد الناس من يمتى هما تيطالبوا بالزياده؟ اسمح لي اخويا، ما كنتوش كطالبوا بزياده، كنتو كطالبوا بادماج اساتذه التعاقد في الوظيفه العموميه، وموراها وليتو كطالبوا باسقاط النظام الاساسي. اظن ان الحكومه استجبت لهذه النقاط هادو، بالاضافه انها زادتكم، والحمد لله وشكروا بان عندكم زيادات في ظل هذا التضخم اللي كاين وغلاء الاسعار وبزاف الحوايج، وبالاضافه الى الرهانات اللي داخل عليها الدوله. الحمد لله وشكروا. ثم شي زيادات كانوا سابقا وتحيدوا. واش راه خاصنا نشوفوا هاد الزيادات فاش، وزيدني في المهام اللي كنأديه واش فيها الزياده، تفصل فيها هاد المهمات زاد فيها كذا باش ما باقيش تقاس. ماشي تزيدني قطاعيا ولا زيدني في هاد المهام ديال هيئه التدريس، هاد الفئه هذه حطها بعين الاعتبار، شوف شنو المطلوب منها وشوف ماشي مشكل، شوف المطلوب منها المهام اللي منوطه بها وبناء عليه اعطيها يعني زيادات معقوله في سميتو. ماشي كتعطيها زياده العام الجاي تقول لها تقاعد ولا هذا وتقل عليها عاوتاني. لذلك حتى في الحقيقه شتي اللي المنا في الاتفاق الاخير هو انه 3 شهور ما تعاملنا معها بشكل عادي وكأن شيء لم يقع. كأن شيئا لم يقع. اخويا الدراري راه ما قراوش 3 شهور، كيف شيئا لم يقع؟ بالاضافه لبزاف المشاكل سببتوها للعائلات. انا الولد كيمشي وكيرجع، الولد كيمشي وكيرجع، حتى الاباء ما بقاوش عارفين ولادهم واش قاري ولا ما قاري، ولاو خايفين عليهم، ولاو كيديهم وشوف هاد الساعه كاين الاستاذ ولا ما كاينش، رجعوا للدار عاوتاني دي عاوتاني واش كاين الاستاذ ديال هاد الماده ولا ما كاينش، رجع مره اخرى للدار، وهكذا دواليك. راه ما كاينش شي حاجه كانه شيئا لم يقع، راه امور كثيره وقعات. خاصك تفكر بان هذاك التلميذ راه كيخدم ولا مو كتخدم وما عندوش اللي يبقى حاضي يديه ويجيبو، وخايف عليه انه يصيفطوا للمدرسه وما يلقاش الاستاذ ومشي الولد على برا ولا هذا. راه كاين مشاكل كبيره عندها علاقه بهذا الموضوع. وما تقوليش كاين ما يقع ولا حتى حاجه ما وقعت، ما تقوليش ما شيئا لم يقع، راه وقعت بزاف د الحوايج. واش رديتي بالك السياحه شحال نقصت في المغرب بسبب هاد الاضرابات اللي دايرين الاساتذه؟ في راس العام في هذا المغرب ما كاين والو مقارنه مع رؤوس السنه الاخرين. علاش؟ لانهم كيشوفوا بان في الاخبار كاينين مظاهرات كثيره كاينه في المغرب، اثرت على نواحي اخرى، اثرت على مجالات اخرى، اثرت على قطاعات اخرى. راه ماشي الامور هكا بهذه السهوله هذه، ما وقع والو. كمل. ما يمكنش انا يا تلميذ ما قريتوش شهرين ونص ولا جايه دابا 3 شهور وتقول لي نعوض ليه في اسبوع. ما قريتيش شهرين ولا 3 شهور كتعترف بها، الحمد لله انك كتعترف بها، ولكن راكم طالبتوا بانهم رجعوا لكم هذيك الاقتطاعات، راكم كطالبوا باش يرجعوا لكم الاقتطاعات، ووعدوكم بانهم غيرجعوا لكم الاقتطاعات. اذا خاصكم تعوضوا دوك التلاميذ على هذوك الايام اللي غترجع لكم الفلوس ديالهم، لانهم معتبرين ولا اعتبرت هذيك الايام بانكم خدمتوها. اذا خاصكم تعوضوا التلاميذ في الساعات الدراسيه ديالهم اللي ضاعت. ولكن راه ما كتضيعوش غير تلاميذ، كتضيعوا اجيال، كتضيعوا كتضيعوا بزاف د الحوايج. المهم من هذا الموضوع كامل، هذا الموضوع خاصو يسالي، ما خاصوش يبقى، لان البلاد ماشي هذا هو الموضوع اللي خاص تركز عليه حاليا. يا اما تحل الامور ديالهم وشوفوا المطالب ديالها كامله وحصروها وعطوها لهم. واش عندهم الحق يديروا احتجاج ولا ما عندهمش الحق يديروا احتجاج؟ يشوفوا هذا الموضوع حتى هو، ينزلوا قانون الاضراب. ماشي بقى اي حاجه ولا اي قطاع ولا اي صنف من القطاعات بغى يدير الاضراب ينظر الاضراب بدون اي تنظيم، بدون اي ضوابط انها كتضبط هذاك القانون. انا هنا ما كندافعش على الاساتذه وما كندافعش على الحكومه، وكندافع على التلميذ، كندافع على الاسره. هي اللي ضايعه في هادشي كامل لانها ما عندهاش نقابه كتدافع عليها وما عندهاش تنسيقيه اللي كتدافع عليها. وهذا هو السبب الكبير اللي خلاني اصلا نهضر على هذا الموضوع هذا، لان عمري ما هضرت ليه، ومن نهار بدا دائما كنت كنحاول نهضر في هذا الموضوع هذا. صراحه الاستاذ النهار الاول كنا معاه، كنا مساندينه ياخذ الحقوق ديالو، ولكن انا
بحال بزاف ديال الاسر كنشوف بان الاستاذ تمادى في الاحتجاج ديالو وطول في الاحتجاج ديالو. هنا هذه نقطه بغيت نقولها، لان الاستاذ نهار الاول كنا كندعموه، كنا كنساندوه، كنا كنقولوا الحقوق ديالو خاصو ياخذها، ولكن انا شفنا خدا الحقوق والحكومه دارت واحد الخطوه لاتجاه القدام ديالهم، حتى هما يديروا واحد الخطوه، ماشي بقاو متعنتين والتلميذ في اخر المطاف هو اللي كيضيع. والنتيجه هي ولينا كنشوفوها اليوم، ها هما ولاو توقيفات. حنا اش دانا لهاد التوقيفات هادو؟ واش دانا نوصلوا لهاد المسائل هادي؟ كلنا خص نحطوا مصلحه البلاد هي الاولى فوق كل اعتبار، ونخرجوا من الحسابات الضيقه والمصالح الشخصيه. نشوفوا هذا حتى هو شنو كيقول. واش من النقابات اللي عندهم تاريخ اللي ولد السنه الخمسه اللي وقعوا، واش كلهم جهال؟ كلهم حتى هما ما خدامينش حتى حاجه ما كاينه. كاع الحاجه اللي قانونيه دستوريه نحيدوها حنا ونمشيو للترهات بحال هكايا نبدا نتكلموا اللي يجمدوا لينا راه ما غنديروا السنه بيضاء نهائيا. لكن هناك ثاني راي اخر، ماشي راي اخر، ولكن لا بد اللوم الان على الوزاره لان ما خدمتش الطرق باش تبين لهاد الاباء انها راهي مع الدم. اذا اتفقنا اذا مثلا خرجنا بهذه المخرجات مع النقابات الخمس، هاد الناس اللي ما كيجيوش دابا ناخذ غير مثال، واش التلميذ الا برك شهرين من القرايه ما غاديش التشطيب؟ غادي يشطبوا عليه. اذا هذا الاستاذ اللي باقي 3 شهور اش من اجراء دارت مع هذا بمعنى انها خصها تكون اجراءات زجريه دابا حق كنعرفوا الاساتذه جميع المديرين المدربين. الاكاديميات نعم. وجميع المديرين الاقليميين عندهم اجراءات كيتسناو غير الضوء الاخضر من الوزاره. السيد الوزير اش كيتسنى؟ اش كيتسنى في هاد الناس اللي وقعوا لهم هاد المشاكل اللي حنا اليوم كيتشكاو؟ كل واحد كيتشكى من منطقه ان المدرسه ما كايناش، كاينين الناس كيخدموا، كاينين ولاد الناس رجعوا كيقراو، كاينين كلشي. هاد الناس اللي باقيين هو خاص، حنا راه في البلاد حق القانون، علاش لحد الساعه ما كاين حتى شي اجراء اللي كيتخذ؟ اش غادي نعملوا حنايا بالاقتطاعات؟ لابوندمون بوست يعني جيتي هذا مرفق عمومي ما خاصوش يوقف، راه ما يمكنش يوقف. واش من ماي من قبل الامتحانات السابقه الان التلميذ ما قرا والو ما كتب والو؟ صراحه ما كنعرفش انك توقف مرفق عمومي ما لها وما عليها. المهم ما غنتكلمش في هذا الموضوع هذا، وهنا حتى لهنا تقريبا غنكون ساليت لان ما بغيتش ندخل في الموضوع بزاف وما الحيثيات ديالو. انا كنهضر عليه غير من الظاهر ديالو ومن الشكل، من حيث الشكل، لان هذا الموضوع طول بزاف وحاليا البلاد داخله على بزاف ديال الرهانات وبزاف ديال التحديات وخاصنا نوقفوا في جنبها. صراحه هذا الموضوع خاص يوقف على حده، لان الدوله داخله على بزاف ديال الرهانات وداخله على بزاف ديال الاكراهات وبزاف ديال التحديات، والمغرب حاليا راه في عنق زجاجه لان داخلين على مجموعه من المشاريع الكبيره، وهذه هي الفرصه الوحيده اللي كاين عند المغرب باش يزيد لقدام. الا ما نستغلاش بهاد 6 سنين ولا 7 سنين اللي جايه ما عمرها غادا تجي. وحاجه اخرى بغيت نقولها، ان الاستاذ خاصو يفكر في الوطنيه، خاصو يكون مواطن قبل انه يكون استاذ. رغم ان الاستاذ المكانه ديالو في المجتمع والمكانه ديالو في النهضه ديال الدول والمكانه ديالو في التطور، كما قال الشاعر: وقم للاستاذ وفه تبجيلا، كاد المعلم ان يكون رسولا. خاص تكون عنده الوطنيه قبل هذا الشيء كامل، يكون انه غيور على الوطن ديالو وفكر في هذاك التلميذ وفي هذيك الاسره. وحتى هو واحد النهار كان تلميذ وحتى هو عنده وليدات تما تلاميذ، ان الحق ديالهم قبل كل شيء. دائما كنتكلموا على الواجبات والحقوق، راه ما كنتفوقوش غير الحقوق، كنشوفوا الواجبات والحقوق، نديروا الواجبات ديالنا كما ينبغي ومن بعد نشوفوا الحقوق ديالنا. والحقوق ديالنا كاين الناس اللي كيدافعوا عليها. دوله القانون ودوله المؤسسات ما ناخذوهاش بفوضى، ما نحاولوش نكونوا فوضويين، لان الاستاذ اللي كيخرج وكيمشي كيدير اضرابات، راك التلميذ راه كيشوفوا كيفاش كيدير، راه قدوه بالنسبه لهذاك التلميذ. حتى هو غدا اي حاجه ما يديروها لوالديه غيدير لهم اضراب في الدار. اي طالب غيديروا من والديه وما بغاوش يديروا له في الحين ولا في هذاك الوقت غادي يدير اضراب. حتى هو يدير حتى هو وسائل احتجاجيه ووسائل نضاليه، وتلقى حتى هو في المؤسسه ديالو، المؤسسات الاسره اللي كنقصد، حتى هو كيحتج. لان هذا الموضوع راه ماشي غير بهذه السهوله، خاصنا نمشيو نديروا الكفاح والنضال ونجيبوا الحقوق ديالنا. والحقوق ديال الناس اخرين اللي اصلا عليكم نتوما كواجبات فينا هي. نفكروا في هذا الموضوع، وكنتمنى ان هذا الموضوع ما يزيدش يطول اكثر. صراحه الحرقه اللي خلتني نهضر على هذا الموضوع هذا ما كنتش باغي نهضر فيه كما قلت لكم، ولكن ارتأيت انني ثاني نقول الراي ديالي في الموضوع. ولا عندكم اي راي اخر ولا شي انتقاد، مرحبا بكم، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.